من ضمن الطرق والأساليب اللي تخليك تعيس وغير راضي عن حياتك، الأساس التاني أو الطريق التاني إن أنت شايف نفسك عايش في دور الضحية، أو إن أنت الأقدار كلها ضدك، أو إن البشر كلهم متفقين إن هم يوقفوك ويوقفوا حلمك، أو إن هم يحبطوك. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش صح خالص. لا، الأقدار كلها ضدك. الحياة كلها ضغوطات وتوتر ومسؤولية، ولكن مش ضدك. ولكن الحياة عايزة معافرة، الحياة ups and downs ومنحنيات فوق وتحت، وبالتالي مفيش حاجة ضدك. دي عبارة عن وساوس شيطانية الشيطان بيرميها كده بس كده في تفكيرك، بحيث انت تبص على الأمور السلبية في حياتك عشان يخلي النظرة قدامك سوداوية، يخليك تبقى غاضب على الأقدار والأمور اللي بتحصل لك. ركز على الوساوس دي جدا، وحاول ان انت تنهيها، لان عمر ما كانت الأقدار ضدك ولا الحياة ضدك، هي بس ضغوطات الحياة وتوتر الحياة، والحياة فوق وتحت وانت قدها. فحاول تبعد عن وساوس الشيطان.